ثانك يو جدًا إنِّك بعتِ لي الdocument بتاع الإنجازات بتاعة آخر 6 شهور، بصراحة شغلِك هايل يعني. أنا باشتغل part time، بس مؤخرًا بقيت باشتغل ساعات إضافية كتير أوي علشان أخلّص الشغل الرهيب اللي عليّا، فكنت حابة أقترح إن إحنا نحوّل العقد بتاعي لfull time. أوكي، زي ما قُلت لِك اليوم إن إحنا مبسوطين بالشغل مع بعض، متوقعة مرتب كام؟ كنت حابة أسأل الrange بتاع الposition ده في الشركة الfull time هيبقى في حدود كام الأول؟ حلوة منها دي، حلوة منها. بُصّي، هو ما فيش range ثابت، بس طبيعي الpart time بيمثّل في اتفاقنا كان حوالي 60% من المرتب، بما إن مرتبِك 10 في الfull time هيكون 16.5. استنى، الرقم ده قليل شوية من متوسط السوق اللي شُفته، لإنه حد في خبرتي بالمسؤوليات اللي أنا شايلاها دي بنبطّل 20. في كام حاجة يعني محتاجين نتكلم فيها. أولًا أنتِ بتشتغلي remote، تاني حاجة أنا عندي budget limited، ما أقدرش إن أنا أعمل استثناء زيادة في المرتب 100%، أنتِ طالبة تقريبًا الضعف، أنا باقترح إن إحنا نفضل على 16.5، ممكن أزوّدِك البونص أدّيكِ بونص 10%. بس أنا كنت حابة إن إحنا نخلّي المرتب 18 مع ال10 زيادة، والبونص لو حققت في أول الquarter الtarget بتاعي نمضي على كده. إحنا مبسوطين منِّك وحابين إنِّك تكمّلي معانا، بس هنبدأ في الزيادة تدريجيًا، ده اللي أنا أقدر أقدّمه النهارده. هافكر وأرد عليك. شكرًا.